ليه بنكرر نفس الأخطاء في العلاقات؟ وهل في حاجة جوانا من زمان بتخلينا نختار نفس السيناريو كل مرة؟ عارف أول قصة حب في حياتك اللي بتفتكرها بترجع لك ذكريات حزينة أو سعيدة؟ طب بص، دي مش أول قصة حب. أول قصة حب في حياتك هي كانت بينك وبين أهلك، أو بينك وبين الشخص اللي رباك، أبوك أو أمك أو جدتك، أي شخص كان بيحضنك وأنت صغير وبيطبطب عليك، أو بيحسسك بالأمان، أو ده بقى كان أول شكل للحب، أو أول طريقة دماغك فهمت بيها يعني إيه أمان. والموضوع ده ساب بصمة فيه، بصمة بتبان وأنت داخل أي علاقة جديدة. نظرية التعلق بكل بساطة بتقول إن إحنا بنتولد وإحنا عندنا جوع عاطفي، بنحب نحس إن إحنا متشافين محبوبين ومش لوحدنا. العلماء قسموا الناس لأربع أنماط حسب الطفولة والعلاقات الأولى. حلوة دي. أول نوع وهو التعلق الآمن. ده أجمل نوع، الطفل اللي اتعلق بأهله بشكل آمن، أهله كانوا موجودين ليه لما بيعيط، بيطمنوه وبيعرفوا يهتموا بيه. ده من الآخر كان شخص بيتحضن، فبيطلع عنده ثقة في نفسه وفي اللي حواليه، بيعرف يعبر عن مشاعره ويطلب المساعدة ويعرف يدي مساحة للي قدامه. تاني نوع وهو التعلق القلق. الطفل اللي أهله ممكن كانوا يبقوا موجودين أوقات وأوقات تانية لأ، فبيطلع شخص قلقان وعنده هاجس إن الناس هتسيبه، ومحتاج حد يأكد له 24 ساعة إن هو بيحبه. ده الشخص اللي تلاقيه بيبعت رسائل كتير، أو البنت اللي تبقى قاعد مع أبوها حرفيا وتقول لك هو أنت لسه بتحبني؟ تالت نوع وهو التعلق المتجنب. هنا الطفل أهله ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعره، فبيطلع شخص عايز يعتمد على نفسه بس، بيطلع شخص مستقل بزيادة، بيخاف من القرب ودايما سايب مسافة بينه وبين الناس. ده الشخص اللي بتلاقيه بيهرب من أي علاقة لما تبدأ تخش في الجد. التعلق الفوضوي آخر نوع وأصعب، وده غالبا بيكون ناتج عن تجارب صعبة أو صدمات في الطفولة. الطفل هنا بيبقى في حالة تضارب، يعني محتاج للقرب والأمان بس مش عايزه. الشخص ده بيعاني من فوضى داخلية وأوفر سينكينج. في مفهوم نفسي مهم جدا بيكمل فهمنا عن أنماط التعلق وخصوصا عند البنات. ممكن تكون سمعت عن عقدة أوديب اللي بتتكلم عن تعلق الولد بأمه، وإنها بتكون أول حب في حياته، فلما يبدأ يدرك إن العلاقة بينهم مش هتتطور، فبيبدأ يمشي حاله مع الأب أو يبدأ يتعامل معاه ويفقد اهتمامه شوية بالأم. لكن عقدة إلكترا هي المقابل ليها عند البنات. باختصار، في مرحلة معينة من الطفولة، عادة بين 3 أو 6 سنين، البنت بتمر بمرحلة بتتعلق بأبوها بشكل خاص جدا، وبتشوفه كأول راجل في حياتها وأول حب ليها. وممكن جدا تحس ان الام بتنافسها على اهتمام الاب ده. خلينا نتكلم بشكل اعمق عن عقدة الكترا. البنت في المرحله دي مش بس بتكتشف العالم، دي كمان بتكتشف نفسها من خلال اول علاقه عاطفيه ليها. مش حب رومانسي طبعا، ولكن تعلق وجداني عميق جدا. ابوها اول راجل في حياتها، واول مره تحس بالامان من صوت راجل، اول مره تتشال وتحس ان في حد بيحميها. وهنا بتبدا عقده الكترا. الاسم غريب شوية ولكن المعنى أبسط مما تتخيل. عقدة إلكترا هي مصطلح نفسي بيشرح علاقة البنت بأبوها في فترة الطفولة المبكرة، بشكل فيه شيء من الغيرة من الأم وشيء من السعي اللاواعي للفت انتباه الأب. فبتشوف أبوها على إنه الراجل المثالي، فبتحب وجوده واهتمامه وبتحاول إنها تملكه لوحدها. وهنا لو الأب كان شخص حنون وبيحب بنته وبيعرف يحط حدود صحية وفاهم المرحلة دي كويس، فالبنت هتتخطى المرحلة دي بدون أي مشاكل وتبدأ تبني صورة صحية عن الرجالة والعلاقات. لو الأب كان غايب أو قاسي أو متقلب، فالموضوع ما بيقفش عند الطفولة، ده بيتزرع في اللاوعي بتاع الطفل وبيتحول لرغبة دائمة في إثبات إنها تستحق الحب، خصوصا من الرجالة اللي شبه أبوها القديم. علشان كده بتنجذب للرجالة التوكسيك، يعني تحب الراجل الغامض البعيد البخيل في مشاعره وبتحس ناحيته بانجذاب غريب، لأن العقل الباطن بيقول لها لو أنا قدرت أكسب حب الشخص ده كأني بالظبط كسبت حب بابا بتاع زمان. وده بيفسر ليه بنشوف بنات كتير بتقول انا كل علاقاتي شبه بعض، دايما ببقى الطرف الاكثر حماسة ودايما اكتر حد بيبقى محتاج اهتمام في العلاقة. في الواقع ده مش بسبب انهم بيختاروا غلط، ولكن في جزء جواهم، الطفلة اللي جواهم هي اللي بتختار، لسه بتدور على حب ابوها. والاصعب من كده ان احيانا العلاقات دي بتكون متكررة بشكل عكسي، يعني البنت تبعد عن الرجالة الطيبين الحنونين اللي ممكن يحبوها بشكل صح، وتنجذب للشخص المؤذي المتجاهل اللي مش بيديها أي مشاعر. طب ليه بتعمل كده؟ عشان ده السيناريو اللي عقلها فاهمه من الطفولة، ده النورمال اللي اتبرمجت عليه. تفتكروا ليه البنت اللي أبوها كان قاسي بتنجذب للرجالة اللي مطنشينها؟ وليه اللي أبوها كان غايب بتخاف من الهجر والبعد وبتتعلق بأي اهتمام بسيط؟ لأن الطفلة اللي جواها لسه بتدور على حل للقصة القديمة، قصة ما خلصتش من وقتها، فتحملت معاها جراح ودايما بتدور ودايما بتحاول إنها تملى ده من بره. لكن الحقيقة إن الشفا مش بيجي من بره، الشفا بيبدأ لما البنت تبدأ تبص لنفسها وتفهم إن الطفلة اللي جواها لسه محتاجة تتحب وتتفهم. لما تفهمي إنك مش محتاجة تعيشي في صراع مستمر لإثبات إنك تستحق الحب، وإنك مش مطالبة تكرري نفس الألم علشان تحسي إنك كسبتي، وقتها بس تبدأي تتحرري. كلنا جوانا طفل صغير، ولكن مش لازم نفضل نختار بعقله، ممكن نسمعه نطبطب عليه نطمنه، ولكن نختار بعقلنا الكبير
مش نختار بجرح القديم. عقدة إلكترا هي مش حاجة مجنونة أو معقدة، هي محاولة عقل طفلة لإنها تحس بالأمان. بس لما تكبري لازم تبقي عارفة إنك بقيتي المسؤولة إنك تطمني نفسك، مش حد تاني. طب إيه علاقة كل ده بنظرية التعلق؟ لا، دي علاقة وثيقة جدا. لو الأب كان حنون موجود وبيطبطب، البنت بتطلع سوية نفسيا وبتقدر تبني تعلق آمن. لكن لو كان غايب قاسي متجاهل، ده بيرمي بظلاله على علاقاتها المستقبلية. وهنا البنت بتكبر وتدور على حد يلعب دور الأب، وبتنجذب لأنماط علاقات معينة تكون بتتعامل فيها كأنها طفلة بتدور على أب في كل راجل، وبتبدأ تخش علاقات بنفس السيناريوهات وبتكرر نفس المواضيع، وتستغرب هو أنا ليه كل علاقات شبه بعض. رحلة فهم نفسنا هي رحلة مستمرة ومهمة جدا، وكل ما فهمنا نفسنا أكتر كل ما نقدر إن احنا نبني علاقات صحية أكتر. كل واحد فينا عنده حكاية، ولكن مش لازم نعيش أسرى للنسخ القديمة منها. انت مش لازم تكرر نفس الدور، انت تقدر تختار انت تبقى مين. الفيديو اللي جاي ممكن اتكلم على عقدة أوديب، ودي بتفسر علاقة الطفل بأمه الولد، وليه بينجذب لستات أكبر منه، وليه دايما بيبقى عنده شيء من المامي ايشوز وبيحب يتعامل على إنه طفل. وبس كده، السلام عليكم.